السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم اخوتي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه، اقتصاديه وسهله ودغيا دغيا كتوجد معنا. كنحتاجوا في هذه الوصفه الحليب والسكر سنيده والزيت وقشور ديال الحامضه. غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، غادي نحتاجوا 2 خمارات وواحد العصره ديال الحامض، معلقه كبيره بحال هكاك. كتجي منكهه بالحامض، كتجي ولا اروع، كتجي غزاله. وكنحتاجوا الدقيق على حسب الخليط. وعندي واحد القبيصه ديال الملحه في الاناء بحال هكا. وغادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. بسم الله. غادي ندير البيضه، غنثقبها واحد شويه من الراس ونحيد. المهم غادي نقدها بحال هكا وغادي نثقبها من الراس باش هي اللي غادي نعبر بها المقادير ديالي. نعبر بها الحليب والسكر والزيت. هانتوما اخوتي ثقبتها بحال هكا، غادي نخويها من البيض صافي وهي اللي غادي نبدا نعبر بها. غنزيد ديك 2 بيضات صافي وغادي نبدا نعبر. سكر سنيده ندير واحد الطبيصيل بحال هكا باش الا طاحت لي شي حاجه كتجي في الطبسيل، ومن الاخر كنبدا نرجع حتى حاجه ما كتضيع. المهم اخوتي غادي نعبر 3 ديال البيضات عامرين بالسكر سنيده، 3 ديال البيضات، 3 ديال السكر سنيده بالعبر ديال البيضه. وغادي نمشي المقادير كلهم غادي ندير منهم 3 هاد الوصفه قديمه بزاف بزاف، كتصاوبها الوالده ديالي الله يحفظها والله يشافيها يا ربي. وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، حيت شحال هادي ما درتهاش وهي طيح ليا في الذهن ديالي، وقلت نشاركها اخوتي وخواتاتي ماشي خساره فيكم. كتجي رائعه. درت الاولى وغادي ندير الثانيه والثالثه وغادي نستمر على هذه الطريقه. هانتوما اخوتي انا مبغيتش نجرب الفيديو باش تشوفوا كيفاش درت 3 ديال البيضات عامرين بسكر سنيده والقشور ديال الحامض. وغادي نبدا نخدم داك البيض مزيان مزيان حتى كيبيض البيض ديالي. عاد كنبدا ندير المقادير الاخرين. من بعد ما بيض الخليط غادي نزيد نعبر البيضه كما قلت لكم. الزيت غادي ندير الاولى وندير الثانيه وندير الثالثه، يعني الثالثه راه ما عمرتش، غادي نزيد واحد شويه ونكمل بها صافي. وغادي نخلط كما ديما. نخلط مزيان مزيان صافي. وغادي نرجع نعبر عاوتاني الحليب بنفس البيضه. غادي نعبر الحليب الاولى والثانيه والثالثه. هانتوما خوتي 3 على حسب الحجم ديال البيضه. صافي خوتي. وغادي ندير واحد العصره ديال الحامض حيت هاد كتجينا على
حسب النكهه ديال الحامض. صافي وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان حتى كيندمجوا لي العناصر كاملين، ونبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، ونزيد داك 2 خمارات. صافي غير كيتقال معايا شويه الخليط كنحيد الفوي وكنبدا نخدم بيديا، وكنستمر اخوتي على هاد الطريقه هذه حتى كنجمع ليا العجينه ديالي. العجينه ما غاديش تكون ثقيله، غادي تكون مازال كتلتصق في اليدين، يعني خفيفه واحد شويه، ما كندخلوش اللي فيها الطحين بزاف. هانتوما اخوتي كيفاش كتجي العجينه ديالنا، كتجينا على هاد الشكل. ولو درت في اليد الاخر يعني ما خدمتش به، كتحس بها مازال رطبه ومازال كتلتصق في اليدين. هذا هو السر ديال اخوتي باش كتجينا هشيشه وكتجينا رطبه تبارك الله. هانتوما العجينه من بعد ما درت شويه ديال الزيت في يديا وجمعتها هكا كتكون صافي. وغادي نبدا دابا نخدم، غنبقى نشكل فيها. ساهله ودغيا كتوجد معنا، يعني كنشدو واحد شويه ديال العجينه وكنحبلوه مع يدينا بحال هكا، وندير واحد الشريط طويل غير هكا مع يدينا صافي، وكنبقاو نشكلو فيها. كتجي رائعه خوتي، كتجي زوينه بزاف بزاف. صافي كنبقى نخدمو بحال هكا، كتجي على شكل حلزونه، كتجي بحال هكا كتجي. هانتوما خوتي من بعد ما كنديروها في الطيب راه كتنفخ. نعاود معاكم باش تشوفوا كيفاش. غير شويه ديال العجينه ما كنقويوش، وكندهنوا شويه يدينا بالزيت ماشي بزاف، غير شويه وصافي باش ما كتلتصقش. هي اصلا ملي كتبدا تخدم فيها صافي راه ما كتبقاش كتلتصق في اليدين صافي. وغادي نبداو نشكلوا فيها، سهله بزاف بزاف اخوتي. صافي كنستمر اخوتي على هاد الطريقه هذه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. هانتوما اخوتي كنديروا الشريط بحال هكا، وكنبقاو نلويو فيها في الكف ديال يدينا هكا صافي، وكنستمروا عليها كامله حتى كنساليو. هانتوما اخوتي من بعد ما ساليتها كامله كتعطي واحد الكميه وفيره، كتعطي واحد الكميه غزاله صافي. وكندير شويه ديال الزيت في المقله وغادي نبدا نقليها. وواحد الحاجه واحده اخرى اخوتي، ضروري ما يكون النار غير كنخليو الزيت يعني تسخن واحد شويه، نخليو الزيت تسخن ونقصوا البوطه مزيان. ما خصهاش تكون النار مجهده، ضروري ما تكون النار يعني مهيله باش ما كتحرقش معنا وتبقى لنا معجنه من الداخل. ضروري وتكونوا يديكم خفيفه شويه باش ما كتحرقش معاكم. هانتوما خوتي من بعد ما قليتها كامله، وصدقوني خوتي ما كتجيش فيها الزيت بتاتا، ما كيجيش فيها الزيت، ودغيا كتوجد معنا وكتجي الشكل ديالها رائع. المهم هي الوصفه الحقيقيه كتكون غير بالسكر سنيده. انا ما بغيتش ندير سكر سنيده، بغيت شي درتو في سكر سنيده شي شويه ندير ليه شويه ديال الخطوط ديال الشوكولاط بحال هكا من الفوق. وانتم خوتي صدقوني كتجي رائعه، وبديك النكهه ديال الحامض كتجي زوينه بزاف بزاف. اللي درت لها سكر سنيده هي هذه، والاخرى درت لها واحد الخطيطات ديال الشكلاط من الفوق غير باش نزوقو صافي. وراها كتجي بنينه وغزاله، ونتمنى تكون عجباتكم هاد الحليوه اللي كتجي رائعه. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وكنشكركم جميعا، والله يخطيكم عليا. ونتمنى تدعموني باش نزيد القدام، ونتمنى تفرحوني. وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يخطيكم عليا.
وها نتوما خوتي كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هشيشه ورطبه ورائعه خوتي. صدقوني جربوها لوليداتكم في الفطور ولا في الكوتي، كتجي رائعه. وإلا جا عندكم شي ضيف الغفله حتى هو صوبوها، يعني كتجي راقيه، يعني ماشي كتجي شي حاجه هذا، كتجي زوينه. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف، والله يخطيكم عليا، ونتمنى تفرحوني في هذا الفيديو. المهم اخوتي كما كتعرفوا راني فعلت قناتي، نتمنى اللي بغى يدعمني يدعم.